في فيلم العار كان فيه 3 شخصيات ظهروا في مشهد واحد بس طول الفيلم، الدفاس وابو دهشوم وطلبة. ال3 دول كان من عموم الموظفين اللي بيعملوا شغلانة تبدو روتينية، بس في الحقيقة هم كانوا عمود الشغلانة حسب وظيفتهم كأعضاء في عصابة تهريب المخدرات. كانوا بيهربوا المخدرات ويخزنوها، بس غيابهم المفاجئ خلى الإدارة العليا تنزل تشتغل مكانهم. وهنا بقى الإدارة العليا اتفاجئت بمدى صعوبة الشغلانة اللي كان بيدورها 3 بس، وكانت بكل سهولة كمان، وما كانوش محسسين الإدارة بمدى صعوبة الشغلانة. وفي أي مؤسسة هنلاقي ناس زي ال3 دول بيشتغلوا بمنتهى البساطة والسهولة، لدرجة إن أنت ممكن تتخيل إن شغلهم مش مهم وسهل، لكن في الحقيقة بيبقوا هم الركيزة اللي بيقوم عليهم الشغل. غيابهم المفاجئ بيكشف عن مدى أهمية دورهم، وبيرجعنا لنقطة البداية. دور على طلبة وابو دهشوم والدفاس في شركتك وحافظ عليهم. واللي يقولك الشغل ما بيقفش على حد، فكروا بالناس اللي الشغل وقف عندهم. من ساعتها مفيش حد عارف يفيش الهوامش. البضاعة ضاعت في الملاحات، الملاحة والملاحة وحبيبتي ملو الراحة، الملاحة والملاحة حبيبتي ملو الراحة. أي شغل حافظ على رجالتك وبلاش تكبر. نجاحك مش بس في القرارات الكبيرة، لكن كمان في التفاصيل الصغيرة والناس اللي شغالة معاك. احترامك وتقديرك للي شغال معاك هو ده طريق النجاح. وخليك فاكر الشغل ما بيقفش على حد، بس النجاح والاستمرار بيقف على الخبرة. انت ممكن تجيب اي حد يدورها لك، بس مش اي حد هيوصلك. اسمعها تاني.